صباح الفل، صباح الجمال عليكم. النهارده هعمل معاكم القراقيش. طبعا احنا عارفين القراقيش تبقى حلوه جدا مع الشاي بلبن، حلوه قوي قوي يعني. طبعا انسي القراقيش اللي احنا بنجيبها من بره واعمليها في البيت. انا هقول لكم دلوقتي على المقادير. انا معايا هنا 3 كوبايات دقيق، وهنا شمر وينسون انا محمصاهم. وعلى من غير يعني تحطي الزيت ولا تحطي اي حاجه، طاسه وتحمصي فيها اليانسون والشمر، وبعد كده تقومي طحناهم وتصفيهم بصفاية الصغيرة. هتبقى ناعمة كده زي ما انتوا شايفين، ناعمة كده معاكي. واي شوايب بتاعتها بقى ارميها. وعندك السمسم هنا انا حاطه ب3 جنيه سمسم محمص. طبعا لازم يكون ان هو متحمص، اللون اللي هو البني، مش اللي هو الني. تمام. اما الشمر واليانسون كل حاجة ب5 جنيه، وتحمصيهم وتطحنيهم وتنخليهم بالمنخل. تمام. هقول لكم بقى احنا عملنا ايه في الخميرة. انا عندي هنا كيس خميرة، حطيت عليهم ربع كوباية سكر ناعم ومية دافية. انا سايبة دلوقتي الخميرة لازم ترتاح، لازم ترتاح لمدة ربع ساعة. تمام. وعندي كوبايتين سمنة سيحتهم على النار، ولازم ان هما يبقوا دافيين مش سخنين. وبعد كده ربع كوباية زيت. السمنة طبعا اهم حاجة ان السمنة بتطري القراقيش من جوه، الزيت بيخلي القراقيش مقرمشة من بره. تمام. فاحنا ما نكترش من الزيت، هي ربع كوباية زيت او نص كوباية زيت وكوبايتين سمنة. هنشوف هنعمل ايه. انا هنا حطيت طبعا كل المواد الجافه. ده بيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر، والشمر واليانسون والسمسم والدقيق، ودي كوبايه الزيت. وهقول لكم هنخلطها ازاي. الزيت ده بيبقى اخر حاجه في العجينه. وهنعمل دلوقتي الخليط بتاعنا. انا دلوقتي حطيت رشه ملح. حطوا رشه ملح بايديكم كده، وقلبوا الخليط بتاعنا كويس. طبعا ريحه الشمر واليانسون حلو جدا لما بيتحمص وبيتطحن. انا دلوقتي حطيت الكوبايتين السمنه بتوعي. هنبتدي ان احنا نعجن بايدينا او بالمعلقه. وبعد كده طبعا اهم حاجه الميه الدافيه لازم تكوني انت محضراها، علشان خاطر تبقى ميه دافيه مش ميه سخنه، عشان دقيق. انا طبعا بعجن بايدي. تمام. حطيت دلوقتي السمنه وحطيت الدقيق، سوري، وحطيت الخميره اللي هي بالسكر. وهتبتدي تعجني. طبعا انا عايزه شويه دقيق، هبتدي ان انا احط شويه دقيق تاني. طبعا حطيت شويه دقيق، ببتدي ان انا احط الميه شويه بشويه. وبعد كده نعجن بايدينا. كل ما تعوز ميه نبتدي ان احنا نحط شويه بشويه الميه. اهم حاجه ان هي تكون دافيه، ما تكونش سخنه قوي. دلوقتي طبعا ما استخدمتش كوبايه الميه كلها، على حسب العجينه هي ما بتطلعش في ايدي. حطيتي كوبايه الزيت، ربع كوبايه الزيت. ابتدي حطيها شويه بشويه، دي بتبقى بتتحط في الاخر خالص، وتبتدي ان انتي تعجني فيها. ادي العجينه اهي ماسكه نفسها، ما بتلزقش في الايد. هنبتدي ان هي نغطيها باي كيس بلاستيك او ستريتش. هنخليها ساعة تخمر، ولو مكان دافي يبقى نص ساعة. انا دلوقتي الخميرة اهي طبعا العجين خمر معايا زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى ان احنا نشكلها، وهقول لكم هتتقطع ازاي. ده العجين اهو، عملته على هيئة اسطوانة، برمتها. وبعد كده بنبتدي ان احنا نبططها، بس ما تبقاش رقيقة قوي علشان ما تبقاش رفيعة وتتحرق معانا. واهم حاجة ان احنا نساوي الجناب. هنبتدي بقى نقطع. ولما تيجي تقطعي ما تقطعيش بشكل ولا كبير قوي ولا صغير قوي. زي ما انتوا شايفين كده، انا دلوقتي عملت الصواني بتاعتي. دلوقتي انا قطعتها بديت، فهي مشرشره من الجناب. انت ممكن تقطعيها بسكينه عادي. طبعا الريحه
ريحتها حلوة جدا. ودلوقتي هنعمل ايه، هنسيبها ربع ساعة، هنغطيها ربع ساعة ونسيبها تتخبز مع نفسها عشان العجينة تهدى شوية وترتاح. وبعد كده هنكون مسخنين الفرن لمدة 15 دقيقة، وبعد كده نحط الصواني بتاعتنا تمام على نار هادية عشان القرقيش بتحب النار الهادية. هنسيبها حوالي ربع ساعة في الفرن، هنهدي الفرن عليها خالص عشان تستوي من تحت ومن فوق. وكده القرقيش بتاعتنا خلصت. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم.